مساكم الله بالخير حبايبي، شلونكم؟ عساكم بمليون خير. جبت لكم السمبوسة، طبعا هاي معشوقة الجماهير. هذا الفيديو حضرته قبل رمضان انه انزله، بس ما رهمت والله ولا كملت المونتاج، بس لانه دائما طلب على السمبوسة بكل زمن وبكل وقت حبيت انزل لكم. يعني نصلي على النبي ونبلش. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمنيتكم ويانا على هاللذاذة وهالطعم، وتشوفون البخار شلون طالع. أول شي راح أبدي بالحشوة. الحشوة عندي بوتيتا مسلوقة. أني أفضل إنه أخلي بوتيتا ويا الحشوة، لأنه الجبن كميته من أخلي كمية تصير كلش مالح، زائدا يسيح الجبن ويطلع من السمبوسة، وأثناء القلي النفخ زايد، ومرات يعني تطق أو تنفجر مثل ما نقول وتفرقع ويسيل من عندها الجبن، فتصير كلش هوسة. لكن البوتيتا تمتص كمية الجبن وتبقى نكهتها وما تأثر على الطعام، وتصير بركة ويعني جدا لذيذة. تقدرون تضيفون هنا، أنا ضفت بس ملح وفلفل أسود، تقدرون تضيفون كمون، كزبرة، أي نكهات هندية، نكهات تحبوها. أنا اكتفيت بالفلفل الأسود وخليت كمية معدنوس، لأن أولادي ما هالقد ياكلون خضار، وأنواع من الجبن ميكس بين الموزاريلا والقشقوان والشدر. وش عندي بالثلاجة بقايا أجبان، ممكن فتة، ممكن مثلثات، ممكن أي نوع جبن أسويه. وهنا نجي على هذه الأداة اللي هي الكابسة، هذه المعدنية ساعدتني مساعدة بالسمبوسة بشكل كلش احترافي. هذه العجينة راح أكتب لكم مقاديرها وأخلي لكم رابط اللي أنا مسوية به هاي العجينة. خليت ورقة نايلون تحتها، وهذا طحين الذرة اللي أغمس كل قطعة بحيث ما ترجع تلتصق ويا الثانية مهما تأخر علي الوقت. خليت النايلون فوقها وكبستها بهالطريقة، فريتها ربع دائرة، وهسه شلت الورقة الفوقانية وبللت نص طارف الدائرة. خليت كمية حشوة وراح هالشكل أسدها وأضغط الهواء أطلعه من عندها، وأضغط الأطراف وأتأكد تماما من أنه الأطراف مسدودة بحيث ما تطلع أثناء القلي. هاي أهم نقطة. وهالشكل قلت لكم من تخلون بطاطا ويا الجبن أو بوتيتا ويا الجبن ما راح تصير كمية الجبن أوفر وتسيح وتخرب عليكم الموضوع. بسبب هاي الكابسة قدرت إنه أسوي كمية وأخليه بالفريز، لأن سهلت علي الشغل، وبالفريز أطلعها ومباشرة بدهن غزير أقليها، وحستمتع أنا وعائلتي بهذه الأكلة اللذيذة. إن شاء الله تعجبكم، وما تنسون اللايك واشتركوا بالقناة.